مبدئيا شكرا فشخ على كل الدعم بجد والكومنتات الحلوه اللي انتوا بتعملوها لي، واحنا خلاص قربنا على 5000 سبسكرايب. وبالمناسبه انا قررت ان انا اعمل فيديو اسئله، فلو عندك سؤال اكتبه في الكومنتات وانا الفيديو الجاي ان شاء الله هقول سؤالك وهجاوب عليه. ولو حابين يعني اظهر لكم بوشي وبوسامتي يعني عرفوني في الكومنتات. شيك وقهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا نبدا. في بتروجيت موسم 2011 كان معاهم محترف بوركيني اسمه محمد كوفي، كان عامل موسم جامد قوي وكان ساعتها مركزه نص ملعب، وينتقل في موسم 2014 لنادي دهوك في العراق، والموسم اللي بعده على طول يرجع مصر من بوابه نادي الزمالك. قعد معاهم لحد موسم 2016 2017. في الموسم ده تمت اعارته للاتفاق السعودي، بعدها رجع مصر وانتقل للمصري البورسعيدي الموسم اللي بعده، وقدم احسن نسخه لمحمد كوفي انا شفتها، وبصراحه دي احسن نسخه مدافع اجنبي شفته في الدوري المصري. قعد مع المصري بالظبط موسم ونص، قدم فيهم اداء جامد فشخ وسجل اهداف حاسمه بشكل كبير، وبعدها انتقل لنادي الكواكب السعودي. بعدين رجع مصر على سموحه، وبعد سموحه راح البنك الاهلي واعتزل هناك. نروح لتاني لاعب، وفي نفس الموسم ده المصري يعلن تعاقده مع البوركيني عبد الله سيسي، لاعب الخور القطري. سيسي جاب مع المصري 15 جول في خلال موسم ونص. بعدها انتقل للزمالك، لعب معاهم 20 ماتش، جاب 9 اجوال. بعدها انتقل لاتحاد الشرطه، وبعدها نادي الظفار في عمان، وبعدها اعتزل. وطبعا اول ما بنقول حارس الحدود بيجي في بالك الصوره دي وملعب الماكس، واثنين لعيبه معينين، احمد هادي عبد الملك واحمد حسن مكي مع حارس الحدود لعب 94 ماتش، جاب 44 جول. بعدها راح لنادي اهلي طرابلس الليبي على سبيل الاعاره، شارك مع الفريق في الفوز بالدوري. بعدها راح نادي الزمالك لكنه ما لعبش غير 7 ماتشات بس، جاب 3 اجوال. وبعد الموسم ده راح سموحه، وبعدها راح الجونه واعتزل هناك. ورغم انه لعب مع الزمالك لكنه طلع وقال انا اصلا كنت منتمي للاهلي ورحت للزمالك عشان اضمن ان انا العب اساسي. وواضح جدا ان هو لاعب اساسي بصراحه. يعني اتمنى وانت بتتفرج، يعني ان في ناس كتير فشخ بتتفرج على القناه بتاعتي ما بتعملش سبسكرايب. يعني بتعمل سبسكرايب، انت هتخسر ايه؟ يعني ما توصلنا 10000 يا اخي. مش بتتفرج والفيديوهات بتعجبك؟ خلاص اعمل سبسكرايب يا عم واعمل لايك، وكده كده بحبك. يعني صالح جمعه والكلام الكتير فشخ اللي اتقال عليه والتوقعات الكبيره. ففي موسم 2015 2016 الاهلي بيعلن تعاقده مع صالح جمعه من انبي، ولبس رقم 22 خلفا لابو تريكه. في اول موسم يلعب 23 ماتش بس، جاب جونين بس. الموسم اللي بعده لو يعتبر برايم صالح جمعه واحسن موسم شفته لعبه في مصر، جاب فيهم 9 اجوال وقدم موسم جامد فشخ ساعتها بصراحه. وبعد كام موسم مع الاهلي يعتبروا فاشلين كلهم، يروح سيراميكا وبعدها يروح الاسماعيلي، وكان مستواه بجد بشع بجد. يعني هو كان لدرجه وصل ان هو بيلعب وهو بكرش. وحاليا هو بيلعب في نادي الكرخ العراقي، وكان تفع الحكم وعمل حاجات غريبه كده. فبصراحه الواحد بيحزن على موهبه زي صالح جمعه ما كانتش بالعقليه الكافيه ان هي تكمل وتستمر، خصوصا ان مهارته بجد ما كانتش يختلف عليها اتنين، وكان هيفرق جدا مع المنتخب ومع الاهلي. ونروح لواحد من اشهر المحترفين في تاريخ مصر، نانا بوكو. موسم 2014 2015 اتحاد الشرطه بيعلن تعاقده مع صاحب ال 22 عام نانا بوكو من نادي بنوسخه. وفي اول موسم في 36 ماتش نانا بوكو بيجيب 11 جول. الموسم اللي بعده مصر مقاصه بتعجب بيه وبتتعاقد معاه، لعب معاهم موسمين وفي 50 ماتش جاب 24 جول، وبعتوه اعاره لنادي الشباب الاماراتي في سنه 2017. الموسم اللي بعده نانا بوكو ينتقل لنادي الزمالك لكنه ما شاركش كتير، لعب 5 ماتشات جاب جول واحد. بعدها لفه كبيره قوي، راح نادي الواقرة والمرخيه والاتحاد الماليزي وبيراك وديوا يونايتد. وليله جامده قوي سعادتك. ومن 2023 وهو بدون نادي، وهو حاليا عنده 32 سنه بس. ونروح لواحد من اللعيبه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، احمد رؤوف، صاحب هدف التاهل للاهلي ضد الدفاع الحسن الحديد. احمد رؤوف اللي كان مكسر الدنيا مع انبي وكان جايب 29 جول في 100 ماتش، ينتقل على سبيل الاعاره للنادي الاتحاد الليبي ومنه على النادي الاهلي. لعب 17 ماتش بس جاب فيهم جونين ومنهم جول في الدفاع الحسن الجديدي. وبعدها ينتقل للمصري البورسعيدي ويبدا برايم احمد رؤوف. في اول موسم يجيب 9 اجوال بس، لكن تاني موسم مع حسام حسن احمد رؤوف يجيب 13 جول في 29 ماتش. وبالنسبه الموضوع ده انا اول تيشيرت كوره للاعب مصري جبته في حياتي كان تيشيرت احمد رؤوف. المهم احمد رؤوف بعدها ينتقل لنادي سموحه ووادي دجله وبتروجيت والانتاج الحربي واعتزل، وهو في تاريخه مسجل 74 جول، وده رقم مش قليل. حسام باولو، عارف انك ممكن تكون مستغرب ان انا ازاي حاطه في ان هو تألق فتره
فتره واختفى. بس احب اقول لك ان حسام باولو تالق موسمين بس اللي هو خد فيهم هداف الدوري. والله حسام باولو قصه كفاح كبيره محدش ينكر ده، ومش هينفع احكيها دلوقتي طبعا لانها طويله جدا. انتقل من نادي الشمس لنادي الداخليه موسم 2014 2015، خد معاهم هداف الدوري ب 20 جول. الموسم اللي بعده راح سموحه وخد هداف الدوري برضه ب 17 جول. بعدها راح الزمالك وبخ. والله اشهر حاجه من بعد الموسمين دول اللي هي منتج باولو يعني. عمال يشتم فينا، بقول له انت نجم منتخب مصر وما ينفعش تشتم. قال لي ما كانش يعني. لا لا يا باولو باولو ما انتج يا باولو. وبعد الزمالك راح الاتحاد السكندري والمقاولين والداخليه، وعلى فكره اتألق معاهم لمده موسم جاب فيه 11 جول. بعدها انتقل لنادي طلائع الجيش والترسانه والقناه، وحاليا هو بيلعب كره شاطئيه وساعات كره اتصالات، ومسجل في مسيرته 62 جول. موسم 2014 2015 بتروجيت بتعلن تعاقدها مع ليونيل ميسي اثيوبيا شيمنز بيكلي، وفي اول موسم شيمنز بيكلي بيجيب 9 اجوال ويتألق، والموسم اللي بعده يكمل على نفس التألق ويجيب 6 اجوال. لعب مع بتروجيت 123 ماتش جاب فيهم 29 جول، وبصراحه الاسيستات مش عارف عددها بالظبط يعني عشان ما افتيش. وبعدها ينتقل لنادي مصر المقص، لعب معاهم 60 ماتش جاب 16 جول. بعدين انتقل للجونه، بعدين انبي، واخر فريق خالص لعب فيه الدفاع الاثيوبي. شيمنز بيكلي من اكتر اللعيبه المحترفه اللي ممكن تكون كانت محبوبه على مدار التاريخ في الدوري المصري، وتكون معلقه معاك بسبب حرفنته ومهارته، وتكون معلقه معاك انت شخصيا بسبب انه كان حريف وجريته في الملعب ومهاراته. زي ما حاليا في الاهلي وسام ابو علي في موسم 2018 2019 المصري كان متعاقد مع محمود وادي. محمود وادي مع المصري كان مقدم اداء حلو، وجواله كانت حاسمه بشكل كبير جدا، جاب 19 جول وعمل 10 اسيستات في 75 ماتش. بعدها بينتقل لبيراميدز بسبب التألق ده، ولكنه ما شاركش كتير معاهم. بعدها انتقل لطلائع الجيش والمقاولين والسواحل الليبي، وحاليا هو بيلعب في غزل المحله لكنه ما بيشاركش كتير. حسام حسن، لا مش ده، ايوه هو ده اللي كان في سموحه اتعاقدت معاه موسم 2016 من الداخليه، لعب مع سموحه 154 ماتش جاب فيهم 49 جول وعمل 10 اسيستات، ومعلومه هو الهداف التاريخي لسموحه. وبعد 5 سنين مع سموحه راح لنادي الاهلي الليبي على سبيل الاعاره، بعدها انتقل للاهلي المصري، لكنه لعب مع الاهلي 21 ماتش بس جاب 3 اجوال وعمل اسيست، وكان في فتره وحشه قوي بصراحه يعني بالنسبه له لانه حس انه اتظلم وما خدش فرصته. وحاليا هو بيلعب في مودرن سبورت. لما بقول وادي دجله دماغك لوحدها بتفتكر ستانلي او الزومبي زي ما كان بيتقال عليه، اللي وادي دجله اتعاقدت معاه من فريق سليمه وندرز، وفي 62 ماتش جاب فيهم 27 جول، وده خلى الزمالك اتعاقد معاه على سبيل الاعاره. لعب مع الزمالك 25 ماتش جاب 6 جوال بس، بعدها رجع وادي دجله وبقوا له القادسيه السعودي، بعدين انتقل لنادي عجمان، بعدين رجع وادي دجله تاني، وبعدين لف لفه كده، وحاليا هو بيلعب في فريق. في موسم 2016 2017 اسوان كان معاها لعيب ايفواري اسمه رزاق سيسي، لعب 17 ماتش جاب جول وعمل اسيستين، هي ارقامه ضعيفه بس كان حريف قوي بصراحه، وده اللي خلى الزمالك تتعاقد معاه، لكنه ما لعبش معاهم غير 6 ماتشات عمل اسيست واحد. بعدها بعتوه اعاره للاتحاد السكندري، لعب معاهم 104 ماتش. هتقول لي اعاره لعب فيها 104 ماتش؟ هقول لك شارلوك هولمز كانت الاعاره بتتجدد، جاب فيهم 26 جول وعمل 14 اسيست، وكمان عدد الماتشات الزياده ده بسبب ان الاتحاد كان بيشارك في البطوله العربيه كمان. فكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وبس كده. السلام عليكم.